صلوا على النبي. كنت عاوز اخد رايكم في حاجه، هالاند ام امبابي؟ امبابي وهالاند صراع جديد في عالم كره القدم. طبعا في فتره كاس العالم ما سمعناش حاجه خالص عن هالاند، واللي كان اخد الاضواء كلها هو امبابي، بحكم ان كان منتخب فرنسا بيلعب في كاس العالم، وعلشان برضه منتخب النرويج لم يشارك في كاس العالم. وبعد كده خلاص كاس العالم وبدات الدوريات ترجع من جديد، وبدا هالاند في تحطيم الارقام. اما عن كيليان امبابي فكان عكس هالاند خالص. قبل كاس العالم ما كانش فيه سيره غير على هالاند، وامبابي كان مختفي شويه، وبعد كده بيجي كاس العالم ومبابي بيرجع يتالق من جديد ويعود للاضواء. منتخب فرنسا يعني هو مبابي، وده يمكن من ضمن الاسباب اللي هتخلي مبابي بعد كده في المستقبل ان هو يروح دوري ذو شعبيه كبيره جدا زي الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني. طب هل مبابي ممكن يروح ريال مدريد؟ علشان ما نضحكش على بعض، ريال مدريد كان عاوز مبابي جدا، كمان كان قريب ان هو يمضي للنادي، واكيد هيتجدد الكلام تاني ما بين مبابي وما بين ريال مدريد. بس ايه اللي ممكن يحصل لو الصفقه فشلت تاني؟ مفيش غيره، هنروح على مانشستر يونايتد. لو جيت فكرت على مانشستر يونايتد هتلاقي ان مانشستر يونايتد محتاج له جدا، وبحاجه الى قائد مستقبلي جديد، محتاج بطل يساعدهم ان هم يرجعوا للقمه من تاني. وطبعا لو انتقل الى مانشستر يونايتد هنلاقي ديربي ما حصلش، ممكن يكون نسخه مصغره من كريستيانو وميسي. امبابي في مانشستر يونايتد وهالاند في مانشستر سيتي. فانت ايه رايك في نجوم المستقبل دول؟